يا كابتن عماد يا نحاسينيو، اللي بيحصل ده ما يصحش، واللي بيحصل ده لو حصل في ماتش الزمالك هنشيل 5 أو 6. تعال اقول لك ازاي ماتش الحرس ربنا سترها معانا. يلا بينا يلا بينا. بص، المؤشرات مش مبشره سواء على الاداره الفنيه او النفسيات ما بين اللعيبه. فتعال اقول لك الغلطات اللي حصلت النهارده. مبدئيا مفيش حد قدام فرقه بتلعب تكتلات بيلعب باتنين ديفندرات صرح. ده احنا من ماتشين فاتوا قلنا الكلام ده. يعني ايه ديانج ومروان؟ ديانج ما بيعرفش يلعب، انا بقولها لك، وهو واحد بتاع فاهم ياخد الكره ويجري قدام، واحد الكره وهي اول ما تتقطع يهجم عليك. الكلام ده كله بيعرف يباصي، بيعرف يغير ملعب، بيعرف يشوط، لا ما بيعرفش يعمل الكلام ده كله. يبقى كان مروان عطيه واحمد رضا. نيجي من اول هنا، كابتن مصطفى شوبير. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لما بتقف وبتبتدي يجي لك الفرصه والشناوي قاعد بره. هل انت بتحس ان هو يعني يقول لك تعالى واقعد وانا اقف مكانك؟ ما اكيد مش هيعمل كده. يعني محمد يهاني بدايه كويسه، بتيجي من المنتخب واخد الحقنه بتاعت حسام حسن، تلعب ماتش كويس، ماتشين كويسين، هوب ترجع مره تاني. ماشي، مش هلوم على العش لان هو كده كده فاهم ولا مستواه ولا مركزه، تمام. ولكن انا هلوم على الاستاذ ياسر ابراهيم اللي بيقول لك ايه هي معايير الجايزه، وده يدل على حاجه واحده بس: اوضه اللبس باظت، مفيش فنيات. تمام، نيجي بقى لقدام. قلنا 100 مره جراديشار ما يخرجش من الملعب عشان انت ما عندكش مهاجم غيره، لان شريف راجع من الخليج مش شايف قدامه. حلو الكلام. نفسي افهم بقى ايه الحته الفنيه اللي يقول لك تغير جراديشار نزل عمر كمال عبد الواحد. يعني ازاي؟ انا لحد دلوقتي والله العظيم عمال اتفرج على اللقطه دي. اقنعني، يعني انت اقنعني بحاجه زي كده. طب ليه احمد عبد القادر؟ ما هو جاهز اهو. ما انا عمال انادي من امبارح احمد عبد القادر يلعب، احمد عبد القادر حطه على الشمال وحسين الشحات على اليمين، وكان بن شرقي هو اللي يلعب هنا، وكنت تريح تريزيجيه ولعب تريزيجيه في نص الملعب جنب مروان عطيه لو انت مش عاجبك احمد رضا، ولعب احمد رضا جنب مروان. ليه احنا مصرين ما نلعبش كده في العمق ونلعب ب 4 4 2 ونغير الخطه ل 4 1 2 3 و4 3 3؟ ليه مصرين ان احنا نعمل اسلوب لعب مش مفهوم؟ هل احنا هنروح نلعب الزمالك كده؟ انتم منتظرين النهارده اقول لك ده هنا وده هنا وده هنا؟ مفيش الكلام ده، احنا ما عملناش حاجه. ده هي كره خبطت ديب بتش، راحت خبطه في رجل ياسر ابراهيم، راح طلع قال لك ايه هو معيار الجايزه؟ مش ده الاهلي. الاهلي لو لعب كده قدام الزمالك، الزمالك عنده روح وعنده شغف، الجمهور بتاعه هيسانده بره. مش ده الاهلي. واللي بيحصل ما بين اللعيبه ده ما يصحش. لازم توقيع غرامات وتوقيع اقصى عقوبه على ياسر ابراهيم على اللي عمله ده النهارده، لان ده بيدل ان اوضه اللبس ما فيهاش قائد. الامور فلتت، زمام الامور فلتت من اللعيبه دلوقتي مش مقدره قيمه التيشيرت ولا مقدره قيمه الجمهور. الموضوع الفني منتهي، احنا ما عندناش فنيات. كنا بنلعب بروح، احنا ما عندناش فنيات، لكن دلوقتي احنا ولا عندنا فنيات ولا بقى عندنا روح ولا بقى عندنا اوضه لبس مظبوطه نعرف نبني عليها. قول لي انت بقى في الكومنتات، شايف الاهلي اصلا هيكسب قدام الزمالك الماتش، ولا كده اصلا انا ابتدي اشوف بقى حاجه غير الدوري، ولا ابتدي اغير اللعيبه، ولا ابتدي اغير؟ بص،